تعالوا نعمل مراجعة سريعة أو مقارنة بمعنى أصح على ال RTX 3060 وال RTX 3060 العادي. للي ما يعرفش إن ال 3060 العادي 12 جيجا وال TI 8 جيجا، وفوق كل ده إن ال RTX 3060 TI أقوى بفرق كبير عن ال RTX 3060 العادي، مع إنه 8 جيجا وده 12 جيجا. نفس الكلام هنقول في الفيديو ده ينطبق على أي كارت تاني، وبالذات ال 1060 ال 3 جيجا إزاي أقوى من ال RX ال 580 ال 8 جيجا. أنا شبطت في الفيديو ده مع الأسف، كان نفسي الصراحة، بس الفيديو الجاي هقول لكم انا اكتشفت ان مش AMD لوحدها اللي عندها بط. نصبت يا لاوي يا خرابي، يا نصبت يا لاوي يا خرابي. السبب في ان 3060 تي اي اقوى من العادي مع ان الفيريم اقل فيه، وهو الكودا كورز. طبعا انت على الله ومش عارف يعني ايه كودا كورز ولا اي حاجه. تعالوا اقول لكم ايه شغلتها بالظبط. شغله الكودا كورز انها بتعمل الحسابات اللي محتاجها الكارت عشان يطلع لك الصوره اللي قدامك، والكودا كورز بتقسم العمليات دي وتشتغل عليها في نفس الوقت. عمليه اسمها باراليل بروسيسنج، يعني الكارت يرسم لك الفريمات دي عباره عن صور كتيره جدا بتتعرض في نفس الوقت. لما حد يقول لك 60 فريم 30 فريم، وهي بتحاول تعمله في اسرع وقت ممكن عشان يطلع لك طبعا ايه بقى 120 فريم 60 فريم وهكذا. يعني في الالعاب بتحسب ازاي الرصاص تتحرك مثلا، الاضاءه والظل يبانوا واقعيين، ازاي الشخصيات تتحرك في المشهد وهكذا. طب هتقولي ايه لازمتها بالنسبه لوراك المونتاج؟ اقول لك بتسرع عمليات كتير جدا زي في دافنشي وبريمير وكل ده، وبتسرع الريندر في البرامج زي 3 دي بلندر والدنيا دي، وبتساعد الذكاء الاصطناعي في الماشين ليرنينج. يعني بنعرف في الفيديو الجاي لان انا لسه ما اعرفهاش. ده انجليزي دي يا مرسي. تقدر تقول كده ان الكودا كورس دي لو هنشبه الكارت بانه شركه، دول العاملين اللي في الشركه. وانت عندك ال 3060 تي اي عنده 4864 بالظبط، والعادي ال 12 جيجا واخد بالك عنده 3584 بس. متخيل؟ اعتقد كده ان انا خلاص برأت نفسي من حوار ال RX 580 انه اقل من 1060 ال 3 جيجا، وانت عرفت كل حاجه. بالمناسبه كل المنتجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي موجوده عند ايجي كمبيوترز. خش على الموقع بتاعي بسرعه عشان تفهم منتجات بالهبل بسرعه.